لو عايزة تخلّيه يحس إنِّك الوحيدة اللي هتقدري تفهميه، كمّلوا معايا للآخر، وقبل أي حاجة صلّوا على النبي، وما تنسوش كمان لايك ومشاركة علشان اللي محتاج الكلام ده. يالّا بينا على طول. أي راجل ممكن يقابل كذا واحدة، بس الإنسانة الوحيدة اللي بتفضل في دماغه وتعلّق في قلبه فعلًا، هي اللي بتقدر توصّل له إحساس إنها فاهماه وشايفاه. يعني مثلًا لمّا تسمعيه بجد، لإن مش كل راجل بيتكلم عن نفسه، إنما لمّا بيكرر ده حتى لو كانت شوية تفاصيل صغيرة، مهم إنِّك تسمعيه بتركيز وما تستعجليش في ردِّك عليه، لإنه بكده هيحس إن كلامه ليه قيمة كبيرة عنده، وده شعور نادر لمّا حد بيحس بيه. كمان مهم إنِّك تشاركيه مشاعره مش بس كلامه، يعني لو قال لِك إنه متضايق من حاجة معينة، بلاش تدّي نصايح وخلاص، جرّبي كده تقولي له أيوه فعلًا أنا حاسة بيك، أو أكيد إن الموقف ده صعب عليك. بالكلام البسيط ده هتدخلي قلبه، وعرّفتيه إنه مش لوحده. كمان لازم تكوني مختلفة في التفاصيل، يعني اسأليه أسئلة ما حدش تاني سألها له، زي مثلًا إيه أكتر حاجة بتخلّيك مبسوط وسعيد؟ أو إيه أهم حاجة أو أكتر حاجة بتخاف تخسرها؟ والنوع ده من الأسئلة مش بتكون مجرد أسئلة وخلاص، إنما دي بتبني جسر كبير ما بينكم، وتوصلي لعمق شخصيته. بعد كده بلاش تحكمي عليه بسرعة، خلّيه يحس إنه ممكن يقول أي حاجة من غير ما يتهاجم أو يتسخر منه، لأن الإحساس بالأمان معاكِ هو اللي هيخلّيه يقدر يقول، وهيقول بينه وبين نفسه هي دي الإنسانة الوحيدة اللي فاهماني. وبلاش أي تصنُّع من أي نوع، ونفضل نعقّد الدنيا بيننا وبين نفسنا. اللغز أو السر هنا في البساطة، ولازم يحس إنِّك شايفاه بجد زي ما هو كده، من غير أي إقناع، وساعتها مش هيلاقي في الدنيا غيرِك يعرف يوصل لعمق قلبه بالطرق البسيطة اللي قُلتها. وبما إنكم بقى وصلتوا للآخر، ما تنسوش متابعة علشان اللي جاي إن شاء الله.